بكم في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يترأس اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء اجتماع عمل خصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط، الذي يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وربط المغرب بسلاسل القيمة العالمية. بلاغ للديوان الملكي. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء اجتماع عمل خصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط. ويأتي اجتماع العمل هذا الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا الميناء خلال الربع الأخير من هذه السنة في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم لاقتصاد المملكة بسلاسل القيمة العالمية من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة. وخلال اجتماع العمل قدم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط السيد فؤاد البريني عرضا بين يدي جلالة الملك حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن. وبعد النجاح الدولي الذي حققه طنجة المتوسط الذي أصبح أول مركز مينائي بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يأتي المشروع الجديد للناظور غرب المتوسط استكمالا لهذا الطموح الملكي من أجل إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل والتنمية المتوازنة للمجالات الترابية. ويرتكز الميناء الذي تم تصميمه كمشروع مندمج على مركب مينائي من الجيل الجديد معزز بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة، وقد استقطب إلى حدود اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم. وعلى المستوى المينائي فقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كيلومتر من كاسرات الأمواج و4 كيلومترات من الأرصفة و4 مراكز طاقية. وقد تم توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، وستدخلان حيز العمل تدريجيا ابتداء من السنة الجارية. ويقدم ميناء الناظور غرب المتوسط أيضا عرضا جديدا لمركز طاقي يضم أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات. ويستجيب هذا المكون الاستراتيجي بشكل مباشر لمقتضيات السيادة الطاقية للمملكة. وعند انطلاقه ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 5 ملايين حاوية و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وعلى المدى البعيد ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية الإضافية إلى 12 مليون حاوية و15 مليون طن من البضائع السائلة. وإلى جانب المركب المينائي يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، والتي سجلت فعليا تمركز المنشآت الأولى للفاعلين الدوليين. وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة حتى اليوم بهذا المركب المينائي والصناعي الجديد بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليار درهم الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في القطاعين الملاحي والصناعي. وبعد هذا العرض أعطى جلالة الملك نصره الله تعليماته السامية لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف، والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين وتيسير اندماج الشباب وتعزيز فرص تشغيلهم. كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحرص على أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع. جرى اجتماع العمل هذا بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي، ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط السيد فؤاد البريني.